واخا عليك. لا لا، جاي نشكرك انا، يلا غادي ندوز عندك باش نشكرك على البارح. شكرتك عند عبد العزيز بوحوت. شكرتك بزاف ديال اللايفات، ولكن دابا انا وياك في كيس باش نشكرك بزاف على داكشي اللي درتو البارح. كما كنا غنشكروك. برافو 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 برافو، يعجز اللسان عن الوصف ديال داكشي اللي درتو البارح. والله العظيم الا افتخر بكم افتخر بكم افتخر بكم. لا ما عندهاش التقدير، لان داكشي اللي شفت هذه البارح تعلمتها من عند حمزه. كانت القشعريره البارح. كنشوف انا بحال هكاك، ربما اعتبرها بادئه خير في هذا الباب هذا. نشوفوا وقفات اخرى قوى من هذا الشيء هذا، ولما لا تكون مسيرات مليونيه في بروكسل باش نقلوا هذاك الشيء اللي بغى يجيبوا لنا للمغرب، نعطيوه لهم في بروكسل، نحطوه لهم في بروكسل ونقولوا لهم ها حنا كيفاش كنتعاملوا. هاي الغيره الوطنيه ديالنا. لا انت لا السي عبد العزيز لا السي محمد الوهابي لا الاخوان كاملين اللي كانوا البارح تمايا. صراحه داك الشيء كان جميل وجميل جدا، وكانت تصويره واحد الصوره ديال التمغربيه الحقيقيه اللي كتخلع الاتحاد الاوروبي. وكان البارح تبلورات بمفهوم الامه الحقيقي. البارح سوقتوا للامه ماشي للمغرب كبلد، ولكن سوقتوا للامه كامه بالمعنى الحقيقي ديالها. اننا راه كنراقبوا كل شيء، كنفهموا السياسه، كنفهموا الاقتصاد، كنفهموا العمل الجمعوي، كنفهموا العمل الخيري، كنفهموا النيه المبيته. يعني كانت رساله متكامله، رسالتي لجميع المغاربه اللي في اوروبا بحال هذه الوقفات ما تبخلوش، جزاكم الله خيرا. واحد يخصص بنادم واحد النهير في سبيل القضيه الوطنيه، راه عنده اجر في الدنيا واجر في الاخره، لان الدعوات ديال المغاربه كلها في هذا الباب راه كانت معكم. وانا الله الا جيت فخور، جيت فخور انني كنعرف هاد الناس هادو عن قرب، اللي داروا هاد الوقفه، وكانني انا راه كنت تما. برافو لكم، شابو. ربما مازال ننسقوا لكم مع جمعيات اخرين هنا كاينين داخل المغرب باش يبقاو يمشيو يشاركوا معكم في هذا الباب، باش تكون الفعاليه اكثر وتكون رساله اقوى. غادي نرد على واحد السؤال كان طلع، واحد الميساج تكتب هنا ديال عندنا الديون والبنك الدولي مزوج بينا. الريزلطه ديال 2022 كتقول ان الجزائر عندها 109 المليار ديال الديون، والمغرب عنده 102 المليار ديال الديون. يعني انتم اكثر منا في الكريديات، ولكن هذا ماشي هذا هو المشكل. ممكن نكونوا احنا اكثر منكم، ولا تكونوا انتم لا اكثر راه منا شيء. قال لهم تسبون حيدوه قال لك لا, كاملين لا داكشي راك كذبوا البنك الدولي في هذا، وتقدموا بغاو 35 مليار بغاو 35 مليار ديال الدولار، ورفض البنك الدولي يعطيها لهم لان ما كاينينش ضمانات، وفرنسا رفضت الضمن. المشكل هي ديك هي الكذبه. هو ان انت عندك 109 المليار. بلاتي غير نكمل باش حيت ما عندي لا ورقه لا والو، كنهضر غيمشيو لي الافكار. انت عندك 109 المليار ديال الدولار، اشنو درتي بها؟ حنا عندنا 102 المليار ديال الدولار، وعندنا 225 مليار دولار استثمارات في افريقيا. 225 مليار دولار قيدوها بورقه وستيلو. عندنا 8 المليار ديال الاستثمارات في السنغال، عندنا 9 ديال المليار ديال الاستثمارات في كوت ديفوار، عندنا 5 ديال المليار ديال الاستثمارات في بوركينا فاسو. بلا ما نجرد لكم الدول كامله، هذا استثمارات ديال الدوله المغربيه، ديال الشعب المغربي. هذه ثروه مغربيه كتستثمر خارج ارض الوطن. وعندنا 220 مليار استثمرت في الاقاليم الجنوبيه اللي كانت عباره عن صحراء قاحله، فاصبحت مدن جميله ورائعه تمثل المحيط الاطلسي، ولما لا تكون هي الافضل على المحيط الاطلسي. اسمع ابو صباح، اش غنقول لك؟ اسمع اش غنقول لك. البحر ديال الداخله وديال بوجدور يخلص لنا هاد الكريديات، ولكن انت باش غتخلص الكريديات، فرنسا كدي 75% من الغاز، وكدي 50% من البترول، والباقي كيديو الجنرالات. لدرجه ان نظام سويفت ما داخلش، محروم حتى من نظام سويفت باش تراقب غير المعاملات الدوليه ديال بلادك. وهذا اللي خطير وخطير جدا. ما لقيتش ليه تفسير. قول لي واش عندك بورصه في الجزائر باش تجي تهضر على الكريديات؟ واش هل لك بورصه في الجزائر؟ واش كتعرف البورصه ديالك علاش كتنعس وعلاش كتفيق؟ عندك بورصه في باريس. باريس هي اللي كتجرد لنا الارقام ديالك وكتحطهم كيف بغات هي، لان ما عندكش الرقابه الماليه. انت مازال عندك بنك يخدم بالستيلو. وهادشي اللي كنقول لكم. رانا كنت في الجزائر، ورا نرجيس كانت في الجزائر، ربما وقيلا نرجيس ما سعفتهاش الوقت دخل شي بنك، انا راه دخلت للبنكات. ما عندهمش بورصه ديالهم في الجزائر، ما عندهمش بورصه. ما عندهمش بورصه. دخل يقلبي على بورصه غتلقى. الله يما كبار لا خويا. قوه الا بالله. ما عندهم حتى البيرو دو شونج، بقى دابا مع البورصه.
راه دابا كل المكاتب ديال الصرف مرتبطه بالبريد الجزائري، ماشي في البنكات. البنك كتمشي تخلصي فيه العدس وتاخدي بون باش تاخدي من السوق اللي كيتباع فيه العدس. هذا هو الدور ديال البنك. عندهم البطاقه الذهبيه في سميتو، هي الا بغيتي تخلط بكارت بونكير خصك البطاقه الذهبيه ديال البريد بوحدها. اللي كيشي ما كاينينش. كاينين اللي كيشي في المطار ديال الهواري بومديان وفي المطار ديال وهران، كاينين جوج ديال اللي كيشيات. وشوف واش يخدموا لك ولا ما يخدموش لك. الا كان عندك حساب انترناسيونال راه ما غيخدموش لك. هذه كلها امور ملي كنجي نهضروا. انا ماشي رجل اقتصاد، ولكن هذا الشيء هذا غير بناء على هذا الشيء اللي كنشوف انايا. هذه المعلومات هذو علاش غتناقش على الكريديات؟ شنو كتعرف انت على البنك الدولي؟ ما الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ طلع جاوبني غير على هذا السؤال سيدي، ونقول لك المغرب سيدي غيتباع في المزاد العلني. طلع جاوبني على هذا السؤال هذا. ما عرفت هاد الناس هادو مراد. حشرنا واحد شكون اللي قال لك حمير. انا كنوصفهم بحال الكلب كتوكلو غير باش ينبح، ما كتسناش منه شي دور اخر، ما كتسناش يشد لك شفار. والله خويا الكلب وفي حيوان في العالم هو الكلب وحق الله. سميتهم لي فينيك تاع الكلب. لا غداره وخواتها عادي وتسمح بزاف الحوايج الكلاب. ولكن هادو غدارين، هادو ما ديروش وراك. الكلب راه تموت والله ما يخليك، يبقى ناعس حداك تيموت ما يخليك. الثعلب ما كيبيعش الضمير ديالو. الثعلب خلق الله للمكر، كيعيش بوحده، ما عمرو يبيع راسو للبشر ولا يتسنى البشر يوظفوه، لان الله عطاه ديك الميزاق ديال المكر كيعيش بها لوحده. الناس كتألم في الصمت، وهذا الشيء اللي كيضرهم. لان المغرب اليوم اقتصاديا في افريقيا دار مع دول الساحل كامل، ومشى كيدير اقتصادات. اليوم راه انا كنهضر قبيله على الارقام. المغرب هذا العام غيوصل ل 17 مليار ديال الدولار استثمارات في اثيوبيا، واثيوبيا عدو للمغرب في القضيه ديال الوحده الترابيه. اثيوبيا العدو رقم واحد من بعد الجزائر وجنوب افريقيا اثيوبيا. والمغرب مشى ودار فيها 17 مليار ديال الاستثمارات، ودخل قوي في الفلاحه. واثيوبيا كتعرفوا ان عندها الفرشه المائيه، عندها الثروه المائيه كبيره، ومشاو دار معامل ديال تكرير الفوسفات تما، ودار دخل في الفلاحه ودخل بزاف د الحوايج. وهو نفس المشروع اللي اليوم غينقلوا المغرب في الشرق الافريقي كامل عبر كينيا وتنزانيا وبزاف ديال الدول. فاعطيونا العلماء ديالكم تناقشوا معاهم. داخلين اخويا هما شويه في افريقيا، دخلوا شويه داخلين بسياسه تكميل افواه وشراء رؤى الدماء. ماشي اللي عندهم جنوب افريقيا ياك. لا حتى ما عندهم ولا مشروع في جنوب افريقيا. ما عندهم ولا مشروع في جنوب افريقيا. عندهم اخويا واحد المشروع، عندهم واحد الخط بحري من بجايه لدكار، كيدوا في هذاك الاسمنت الابيض، كيدوا واحد الكونتينرات كيمشيو كيخويوهم ويجيو من 6 شهور ل 6 شهور. هذا هو المشروع اللي داروا تبون في 2021 و 2022. هذاك الخط والسفينه كتضرب تقريبا مده 6 شهور باش توصل لدكار. هذا من اضخم المشاريع اللي دار لهم تبون. اليوم بصح فتح خط بحري، بالصحراء فتح خط بحري كيضرب 3 شهور باش يوصل لدكار، كيدور على الفوق ويدور. اكيد ولكن بغاو يدوزوا من هوك جيت باش يثقبوا من عندنا. والله هذاك المحيط الاطلسي واخا يبيعوا عليه الجزائر في المزاد العلني لا طلعوا عليه والله لا كلاو. كتبردي على راسك ياك، كتبردي على راسك. خلاها واحد السيد قال لي تيك تيك اطلونتيك، والله لا حطيتي فيها رجليك غير ما قلتي عاش الملك. تيك تيك اطلونتيك والله لا حطيتي فيها رجليك غير ما قلتي عاش الملك. والله تبون وما شاركه وقال عاش الملك. الله يبارك في عمر سيدي، الله يبارك في عمر سيدي. كما جاو سيادو اليهود جاو وقالوا الله يبارك في عمر سيدي والله لا حط فيها رجلي. سميتها واحد البنكه مغربيه سميتها وفا بنك، هي كاينه هنا في الغربه، كاينه هنا في فرنسا. عندكم شي بنكه ديالكم هنايا في على قبل الجاليه باش ديروا؟ عندهم شي بنكه ديالهم هنا؟ واش كتزرع التجاري وفا بنك اللي غزا افريقيا كلها دخل لمصر؟ كاين وفا بنك الشعبيه كاين حتى هنايا. وهما عندهم شي بنكه ديالهم هنايا في فرنسا، عندهم شي بنكه. لا عندهم ما عندهم حتى الكارت كيشي تما، عندهم حتى عندهم حتى اللي كيشي في عند الجزائر غير بزاف. هذا علاش الناس مساكن مرض.
عندي بلاتي المغاربه الوحده الترابيه غتسمح لي نجاوب. مقبلات هما كيتنابحوا بلاتي عظيم ملوحه عظيم ملوحه عظيم قال لك ما طيشه لوح عظيمات ما طيشه دايره 13 درهم. نفهمك انت غتجيك 13 درهم بزاف، حيت شحال تساويه 13 درهم بالدينار الكرغولي؟ مليار ونص. كل درهم 37 دينار. 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 الهضره كتعاود. راه عندك شوف ماروكان داك عندك ستينيال اخويا، الهضره ديالك كتعاود. دابا هو المشكل في هاد غلاء الاسعار. نهضروا على غلاء الاسعار ملي هضر عليه هو حنا كان عندنا غلاء اسعار، ولكن حنا كمجتمع مدني في المغرب هضرنا على هذا الشيء بكل اريحيه. هضر الاعلام، هضروا المؤثرين. انا شفت طارق بوخاري دار واحد الفيديو في واحد الانترفيو كيهضر على غلاء الاسعار وكيعبر كمواطن من الدرجه الفقيره. كيقول لهم انا الطوموبيل وقفتها ما بقيتش قدرت. هذه انا ما تقدرش تشوف هذاك الانترفيو في الجزائر. كون كان طارق البوخاري دار هذاك الانترفيو في الجزائر كون راه في الحراش وكنتنابحوا حنا في اللايفات واطلقوا طارق. راه واحد من قبيله تيقول لكم راه اليوم طاح كل شيء. اليوم طاحوا الاسعار. قال لك اليوم شوفي بعد الرساله الملكيه انا غنهضر لكم على انا غنهضر لكم على غلاء الاسعار. جات فيه واحد الرساله ملكيه اللي ما جاتش كرد فعل على المواطن، ولكن جاءت بناء على دراسات اللي تعطات فيها اوامر ساميه للحكومه المغربيه. اليوم كاينه مراقبه في جميع الاسواق. كنتمنى انكم تشوفوا واحد الفيديو راه حطوا سميد غيله البارح 480 دينار جزائري. قالت لك وحده من الناس ورا بزاف ويلي. عرفتي دابا هما ثروه بالنسبه لهم. ساره الجيعانه. عرفتي بنغلاديش كيعيشين انت كيعيشه مصباح فريمون والله العظيم الا جهاله. عندهم جهاله بزاف. دابا انا ما نقدرش مثلا ناخذ سميتها ناخذ رايه ديال شي بلاد اخرى ونعاير بها بوصبع. ما كاينش مكفس من رايته صراحه. انا بالنسبه لي ما طيش 6 دراهم اليوم بطاطا 5 دراهم بدات السلعه كطيح. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام. تسمعوني؟ اولا دينار جيسيا كرغوليه تتوجي لي على قلبي بلي فيديو ديالك اللي هما الطوب ما شاء الله عليك. برافو برافو برافو. الله يكبر بك. حنا ديما مغاربه ديما كبار وغادي نبقاو دائما كبار الحمد لله. وحنا دائما عياشه وتنموتوا على ملكنا ونبوس ليه يديه ورجليه. يا اختي كنتمنى يا ربي فرصه نتلاقى معاه. الله يتنطح لي حدا رجيلاتو ونبوسهم وندير فيديو نقول لهم هذا الشيء صافي بارتي دو نوتر كولتور. ماشي اننا حنا تنحتقروا نفسنا او لا ملكنا تحتقرنا. حنا تنبوسوا دائما باغ امور اي باغ ريسبي سوا نو بارون سوا لي فوازان. اي واحد كبر منا اي واحد تنعطيو ليه حب واحترام. ثاني حاجه انا جبت لهم دمي هذا جزائريين الله يعمر هذا ماشي كرغولي الله يعمر هذا وهما مساكن تيتبرؤوا. وكون جو اونتونون بارل لهذه المشاكل تيقول لي حياه راه حنا عندنا اللي حل فمه تيدخلوه الحبس اولا. ثانيا الا حليتي فمك وانت مثلا فقري نهار مشيتي في الفامي تيقلعوا لك الباسبور. زعما راه دايرين لهم شي حوايج راه خطيره بزاف عاد. وتخوازيام شوز ديال الله عرفتها البارح قالت لي صاحبتي الهام قالت لي غونكونت انني بحال دابا نصيفط ما مير 100 باوند هذه 20 يوم. قالت لك الحكومه تاخذهم 50 فهمتي بعدا ديجا ما تلحقها حتى الشهر حتى الاموا. ودوزيامون قالت لك ملي تلحق الفلوس الحكومه تاخذ 50 وتعطي لهم 50. فو روندي كون حنا الا صيفطنا باغ 20 يوم exactement ce que j'envoie on le reçoit. مازال مع الربح ديال لوتو دو شونج ديال لو ميم جور. فهمتي عادوا زيد بزاف الحوايج. حنا عندنا بزاف الحوايج علاش نتحسدوا ولكن حنا دائما الحمد لله كيف قال الملك ديالنا والله يكثر حسابنا باش ما كيحسدونا باش ما ربي تيعطينا. فهمتي هي ما تبقيش نتوما تصدعوا راسكم على الكراغ الا تيجيو باش يستفزوكم او يخليكم تعصبوا. ما تعصب الا ما كيعصبونا. شكون كيعصبنا بوصبع؟ انا كيعجبني بوصبع كنضحك عليه. اخوان ممكن كلمه؟ برافو علينا. السلام عليكم.
في دوطخ لايف كاينين دي السلام عليكم، تحياتي لك اختي نرجس، خويا سلطان، خويا عز الدين. تحياتي خويا مكناسي. نقول لها ديما نحبوا نخلي لكم المجال باش نخلي شكرا اختي حياة، ربي يخليك. فرغوله بقي ديما بالفيديوهات ديالك راه مدعمينك. انا راه فين ما تندخل تتبان لي الرايه تنشيرشي البوست ديال لا بيرسون هي تيبان لي 100% مغربي وتنعطي وتندوز اصحابي. يلا بون كوراج، جو فوزيم تو. شكرا لك. الوطن الملك، والله يحفظنا شعبنا. الله يعطيكم كلكم حبيبه. غادي ناخذ من وقتكم. خرجيني حبيبه، خرجيني جوزيف. باي باي. وي جمجمه ناخذ من وقتكم. الثانيه اختي نرجس. نعم. انا راه ما بغيتش نطلع، تيعجبني انايا نبقى نسمع، ولكن واحد السيده من لي فان ديالكم قالت لي ضروري نطلع نهضر معها، اللي هي الوالده ديالي. صافي بليزير. فهمتيني؟ هي الوالده من لي فان ديالك اختي، وتتحماق عليك. قالت لي والو نطلع نسلم عليها. قلت لها وتا راهم في موضوع. قالت لي لا والو، وراك عارفه ما نقدرش انا نخيب لها الطلب. هي الاولى. اهلا حبيبتي نرجس. اهلا. كنبغيك وكنموت عليك ومتبعاك، والله يحفظك والله يطول عمرك والله يغلبك على من عاداك. ربي يخليك، الله يحفظك. ناري غتبكيوني يا عباد الله. شكرا الله يحفظك. والله الا كنبغيك من قلبي، واي فيديو كنلقاك فيه كندخل كنقول لك ما شاء الله عليك، والله يحفظك والله يرعاك والله يخليك لوالديك. وان شاء والحمد لله انت نقيه وكلامك كله نقي وتبارك الله عليك حبيبتي. الله يحفظك، هذا شرف ليا والله العظيم. والله ما عرفت ما نقول لك، انا تسالات ليا الهضره. شكرا اختي نرجس. شكرا لهذا. انا ما بغيت حتى حاجه اخرى، صافي هادشي كافيني يا عباد الله. اش غنبغيك انت؟ احنا ديما مدعمينكم، مدعمين جميع الاخوان، حنا ديما معكم اختي. لا الوالده راها كتبكي، تبارك الله عليكم اخوات، انا معكم لتحت. الله يحفظكم. والله الا انا راه شاده البكيه بزاف. غير واحد النقطه في البستان اليدين ديال الملك اللي ما كيعرفوش الكراغله، راه حلم كل مغربي. كيف ما كان النوع ديال هذا المغربي، عرفتي شنو هو الحلم ديال اي مغربي؟ هو يتلاقى الملك. ودابا باش تاكدوا مزيان ارجعوا للحكيمي اللي لعب في ريال مدريد ولعب في دورتموند ولعب في الانتر ميلان وكيلعب في بي اس جي دابا ودومي فينال ديال كوب دي موند. فاش جا استقبال الملك قال لي منذ سنوات وانا انتظر هذه الفرصه لاسلم على الملك. هذا يكفينا فخرا. وحلم اي كرغولي جزائري لقيط يبوس ايد ماكرون. راك تشوفوا ملي كيجي ماكرون والرئيس اللي قبل من ماكرون كيستقبلوا بالنساهم والحس الصبار، هادو بني كرغل. هذيك على الجنسيه، هذيك على الجنسيه. حنا بلاتي خويا السلطان، عطيني كلمه اخيره باش نطلع ثاني ناس اخرين عافاك. صافي سي بون اختي، انا غادي ننزل. الله يحفظك. شكرا اخويا، حيت راه باقي الناس كيبقاو يصيفطوا كيقول لك اكسبتي. نشوف باقي ما لحقتيش سميره ولا شكون اللي في الكاس؟ سميره باقا حاصله. كتسمعش فين راك؟ فين دايعين؟ البارح كانت في شي وقفه البارح. راه داكشي. لا هي في شي وقفه. انت فينك؟ انا شوفي غادي نوريك واحد فيت في راني في لا سونترال، قدام لا سونترال. انت خدامين بربعه. ويلي بربعه خدامين. الضو مازال غالي، والضو مازال زادو خدام فيه. بربعه خدامين. قال لك على الهليكوبتر تو سويت. وهذا سين كارير ديال لا كارير ديال السيما هادي كيديروا هنا السيما. ساعه ما بقاوش خدامين، حبسوا. عاش الطنيف الطنف الى يوم الدين حتى يبردوا. هادشي اللي كاين، ما كاين غير الطنز ابتداء من انا خويا. رانا اكسبتيت كامين، راه قبيله درت لك اكسبتي، ما عرفتش علاش ما كتبانش. راه تحقدوا على الملك حتى
حتاش هاد حتاش حتى هي حتاش دي ماشي ديالنا هاد حتاش هادي راه تحقدوا على الملك حتاش استمر لي التاريخ عريق. شكرا اختي، شكرا بزاف. شكرا ماروكان داتلاس، الله يحفظك. الامبراطور المغربي اختي فين غابره علينا. المهم شكرا للاصدقاء كاع اللي يوسف بن تاشفين خويا ما تبقاش تعاود هاد الكومونتير، الله يعطيك الستر. فين هو ديوس شنو قال؟ واحد دار يوسف بن تاشفين المغربي وكيكتب واحد التعليق من قبيلات، الله يخليك راه ما بغيناش نحيدو لك ستيلو حيت داير ديك مغربي، دونك الله يرحم لك الوالدين. وداير سيرتو يوسف بن تاشفين سيرتو وي. يوسف بن تاشفين المغربي ما تكتبش بحال الا كنتي داير يوسف بن تاشفين كاسم ما تكتبش داك التعليق بحال هكا، احتراما داك يوسف بن تاشفين. الله يرحم لك الوالدين، شكرا لك. الله يرحمه الله يرحمه في هذا النهار. نفتخر بكم وبكن. شكرا، حتى حنا كنفتخروا بك صديقي، كنفتخروا بكم. شوفوا لاله سميره، انا بعدا انا اليوم دردكات عليهم البارح. العفو صديقي خويا، كنتشرفوا بك يوسف بن تاشفين، غير ديك السميه واي كيقولوا كنبوسوا اليدين. هي سميره مشات باس اليدين اللي كيصاوب داك جبان كولوبان باس ليه اليد، وهذاك مالك ما والو باش يعطر خبات اليدين صافي. هو ماشي بحال اللي جاو اللعابه جاوبوا ماواتهم صدقوا الموات اللي كيبوسوا لولادهم يديهم. ما نقدرش انا نخلي ماما تبوس ليا يدي. ناري شو ما كاع او ما كايناش. راه ما جابوهمش للسطاد نرجيز، راه كانت زياره سجنيه هذيك بين الكرياج، راه كانوا مشدودين هاد العسكر وجابوهم الزياره. لا وشوفوا كانوا غادي يغلبوا ساعه ما غلبوش هما يحبسوهم يحسبهم غادي يغلبوا ياخذوا الكاس. لا هذاك النقال ملي كيكون حول. يرحم والديك، احسن تعبير. لا شوف دابا غير هاد القضيه ديال الكرياج. علاش دايرين الكرياج في السطاد هنا؟ باش تعرف راسك راه انت معامل كيفاش كيعاملوهم وكيفاش كيشوفوهم. لا بلاتي هاد النقطه نهضر عليها انايا. راه هما شعب ميكروب وشعب حيوان، لا حيدوا الكرياج توقع الفوضى في البلاد. راه بحال داك الكلب اللي مربي وباقي ما ولفكش، كتخاف لا يعضك. ملي كتبغي دير ليه الكمامه خاصك تشدوه في شي قنت تزيرو مزيان، دير ليه الكمامه عاد تخرجو معاك. الشعب هجين. لا وشو البلاصه ملي كيقطعوا التيكي كي دايره؟ انا غنبقى تابعك يمشي هذا الكونط هذا. قال لك بلاتي شنو قال لي؟ انا مغربي كنتصورك ملي كتكون كوكو كرغلاتي بحال ليلى شي حيوانات ربيب، انا كنتخيلهم بحال دوك الفلالس ديال درهم ملونين بالخضر. عرفتي داك الفلوس ديال درهم موكيلو بالخضر والحمر. وفوقاش غطير منهم صباغه، راه كيطير منهم صباغه الفلالس ملي كيبدا يكبروا. من يطيح الريش من يطيح داك الكيزو. هاد خليو الحدود مسدوده، والله الا انا مع هذا وضد فتح الحدود قسما بالله الا ضد معاها والله انا معاها والله العظيم. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سمعنا على ديك التصويتات ديالكم انا ضد تبقى الحدود مسدوده، حيت الا بغيتي تقول الحدود نخليوها مسدوده خصك تكون عايش بلاصه هذوك الناس اللي في وجده في ايش في بوعرفه، هذوك الناس اللي في الحدود اللي كانوا تيتمشوا كانوا موجودين عائلات مخلطين تما تاكلوا ويشربوا، كاينين ولاد عمامهم وولاد خوالهم راهم في الجزائر تيطلعوا على بعضياتهم. راه الضحيه الوحيده اللي تيتالي في هذا الشيء كامل هو ان الشعب هو اللي تيتأزم، هو اللي تيهز الدقه، اما الناس اللي الفوق القرارات الكبرى تيبقاو ديما في العلا. خويا شوف هادوك الناس واش هما المغرب كامل؟ هادوك الناس ماشي هما المغرب كامل وماشي هما المغرب بشويه. المهم ماشي حنا على وديت واحد الاقليه اللي تناسبت مع اللي قتلوا جدودنا غنقولوا نعم لفتح الحدود. لا ماشي بالنسبه للحدود، تنهضر على سياسه اقتصاديه مادام، ما تنهضرش على اقتصاديا نحن في غنى عليهم.
اللي كان موالف كيتاجر انا معاهم متفق او معاك، كيدي انا لهم متفق السلعه معاك. يشوف شي طريق اخرى. ما تسمح لي، انا ضد فتح شوف الحدود. هادشي وحنا ما تحتاجيش الاخت الكريمه تقولي لواحد مغربي، لحقاش ديجا هو نفسه حاره من الداخل وعنده واحد الموتور اللي ما تيريتيش، تحبس عليه الحدود ديال الدنيا كامله يبقى خدام لك وسط الله الارض. يعطيك الصحه. دونك لا، هذه دونك يكون ما كاينش يعني فيها. القضيه ديال فتح الحدود. عرفتي شنو هي فتح الحدود؟ عرفتي غيدخل عندك سول توانسه اللي فاتحين معاهم الحدود شهادين، سولهم. ممكن واحد واحد اعوام وسنين باننا كانوا مفتوحين الحدود وكانوا تيدخلوا لا اقراص الهلوسه وبزاف ديال الحوايج. مي واش دابا تقطعات؟ ما خويا تقطعاتش. امين، خويا لا امين، لا لا هذاك لا ديال لا فتح معاك. الحدود سول الناس وجده شنو قاصاو في الوقيته ديال الشاذلي بن جديد باش فتحت الحدود، وهجموا بوصبع بحال الجراد وكانوا ينعسوا في الجرادي وينعسوا في وانا عقلت الطوموبيلات عليهم ويتصوروا مع السقيطات ديال عند ومع الكزاره. مطيشه حتى هي جاو بحال المغول هجموا. الله ديك الساعه كنت في الناظر داك سول الناس وجده شو وقع. هذه راه ماشي شي حاجه غريبه مدام. نقدر نقول لك بان الناس اللي في الحدود تما تنعرفهم واحد المعرفه اللي هي قويه. انا من ساكنه وجده وكنقول لها لي فتح الحدود. لا سمح واخا لي، مزيان انا واخا. ريفي مغربي ضد فتح الحدود. لا سمع، راه شو راه بحال كتقول ممكن لا غير واحد التوضيح في هذا الباب اخويا امين وكمل. شوف مرحبا سيدي. ضد فتح الحدود ما كيعنيش المناطق الحدوديه. المناطق الحدوديه كاين فيها قانون دولي خاص لا علاقه له بفتح الحدود. هذا القانون الدولي المغرب طلب به في حين الجزائر كترفضه. قانون دولي ما كيعنيش هو فتح الحدود يولي مثلا اللي في الجي يجي للدار البيضاء ولا اللي في قسطنطينه يجي للرباط. احنا ضد هذا الشيء. اما المناطق الحدوديه ففي الاطار الدولي راه عندها قانون دولي اللي كيأطر هاد الامور هذه ديال تبادل الزيارات العائليه ديال هاد الحوايج هادو. راه فيه قانون، راه كاين قانون دولي. كنتمنى انك تقلب عليه وتقراه وتشوف التسطير ديالو اللي ما مفعلش غير في المغرب صافي، ما مفعلش في المغرب والجزائر هي من ترفض آخر هذا. حدث فين تفعل اخويا، واسمح لي على قطع الكلام ديالك، اخر حدث اللي تفعل فيه هذاك القانون هو انهم ملي دخلوا هذوك 3 د الجثث ديال المهاجرين اللي ماتوا في الماء ودخلوهم من الجزائر للمغرب، فتحوه لمده 30 دقيقه وما يعاودوش واخا خويا امين قرا التعاليق. كل واحد من منطقه في المغرب كيكتب لك انا من مكناس ضد فتح الحدود، انا من الريف ضد فتح الحدود، انا من مهم. لكن انت راني معاك وما لا خويا امين نخرج من الجماعه. سي امين هو نقولوا فتحوا واحد المعبر انساني، هذه فهمتيني متفقين عليها. علاش؟ باش يجبدوا دوك العائلات الزيارات ديال. اما علاش لنا فتح الحدود وكيما شفنا في تونس كيما وقع فهمتيني في العام اللي فات، فاخويا راه فهمتيني راه لا مستوى لا ما كاينش مع من تناقش. راه شفنا شي صور اخويا راه فهمتيني راه يندى لها الجبين. اللهم اخويا خليهم تما يسدين عليهم. لا انا متفق معك اقسم بالله. ما حد الحدود مسدوده غادي يكونوا بزاف ديال المشاكل اللي حنايا تنعيشوها دبلوماسيا وسط البلاد، الدبلوماسيه على برا ولا الدبلوماسيه في داخل البلاد. مزيان الحدود تكون مسدوده في هذا لو مومون، في هذا الوقت هذا. اوكي، لحقاش حنايا تندافعوا ما بقات في القضيه ديال الصحراء كما تنعرفوا كاملين بانها بقات فيها واحد 5% وغادي تنفذ وصافي سالينا. وفي الحقيقه حنايا راه دابا حاليا في ارض الواقع راه حنا مسالين. السلام عليكم. اللي بغى يدخل من الحدود من اللي راه كاينين طاير فوق من احفير ديال دوار اللفت ابو صباع، احفير ديال دوار اللفت، اما احفير ديال المغرب حاشا. من وجده لا لفتح الحدود. شكون اختي؟ خلعتينا. لا راه حيت عدد الضحايا حيت عدد الضحايا اكثر من عدد الناس اللي على الحدود. عدد الضحايا اكثر. دابا ديك 350 الف اللي طردات راه اليوم فتحوا الحدود على صهاينه. واخا ارجوك ما تفتحوش الحدود. ما بغيناش التتار يدخل على عندنا، ما بغيناش الهجمه ديال سراق الزيت اللي عندنا. واخا ارجوك لا لفتح الحدود مع الجراد. راه فاش فتحت الحدود في اوائل التسعينات راه داروا كارثه في المغرب. وهذا الشيء ماشي غير في المناطق الشرقيه، هذا الشيء وصل حتى للداخل ديال المغرب. راه وصل حتى للداخل ديال المغرب. كازا انا تحت الحمام كانوا انا كنعقل على كازا وكانوا كيمشيو للكورس ديال الكلاب، كيقمروا على الكلاب، تريكه الكلاب. شو عرفتي شنو الناس بكازا؟ واحد الاصدقاء مهم من كازا قالوا لي شتي ملي كنتي كتشوف واحد لابس
كوستيم ورزه وصنداله ديال الصبع كتعرفوا جزائري و19 ولا الار 11 هادو هما الطوموبيلات ديالهم. اللوك كوستيم ورزه وصنداله الصبع. اشوف شويه بشويه كنطلعوا دابا الاصدقاء واحد بواحد كيطلعوا كيقولوا الكلمه ديالهم. عماد شفتك اخويا؟ انا كنسمع راه تندوي معكم غير فهمتيني. مرة الاخ امين قال واحد قال هذا راه جاوبته. الله يجازيك. عطيت الراي ديالي في الموضوع. صافي دوك خي امين واخا انا نكمل لي. خي امين باش تعرف واحد الشوفه هذه نبغيك انا تشوفها وبغي كاع الناس يشوفوها. ما كاينش خاوه راه هذوك راه الجار العدو، راه هذا التوصيف ديالو. هما اللي كيوصفونا ديما ديروا عدوك صافي انت ديروا عدوك. انت دابا حنا راه في حرب صافي. ما كاينش ديك الرحمه وديك الشفقه وداك الشيء اللي باغي اللي كنتعاملوا به بيناتنا. لا هادو الناس راه تعامل اخر. هادو التعامل اللي كيعرفوا ليهم هما الفرنساويين كيتعاملوا معاهم بقمه العنصريه وتيموتوا عليهم. انا غنبات داكشي خلي المساحه. شكرا صديقي. اسد بن اسد قال لك انا خالي من المطرودين ديال العيد الكبير. واش يقول هذا خاوه هذا اللي مطرود لي عائلته يجي يقول لي خاوه ولا داك اللي با مات في الصحراء يقول لي خاوه ومسروق ليه رزقه. ماشي غير مطرود، هو مطرود ومسروق ليه رزقه. وعلى حسب روايات ديال بزاف د المغاربه قال لك كانوا جيرانهم هما اللي كيديكلاغيو بهم انهم مغاربه. كاين الناس اللي كانوا من دامجين تماك وما معروفينش، والجار كيديكلاري ان هذا مغربي طردوه. اودي الله ياخذ فيهم الحق في الناس اللي كانت حيله وسباب، ولكن في نفس الوقت ماشي كلشي الشعب نشوفوا فيه بهذيك النظره. ما نكونوش خايبين على شي نهار تمشي لتما انا نقول لك واحد النصيحه. شي نهار تمشي عندهم انا متاكده انك غترجع ورايك مبدل. غتشبع غتفهم مزيان. غتعرف ان الشعب كله هذا. الا نقدر نقول لك دوك اللي كانوا في الصاد. فهمتك لالا فهمتي. واخا وإلا قلت لك انا راني في 2013 واحد الانسان اللي واخد البكالوريا ديالو ياك، ودوزت تما عامين ديال لافاك، وكنت تنبيع في سوق الفلاح، وكنت تنمشي تنخوي المازوط في الحداده. في هذيك الوقيته كانت محلوله، وكنت خدام مع الجزائريين وراهم اصدقاء لحد الان تنهضروا معاهم والله ما على بالهم بهذا المشكل هذا. تيقول لك شوف هذوك الناس اناري يا صديقي من نيتك. وكو كنت انا شوف انا في 2015. حيدي المايكه سميره راك ما كنسمعوش. على الشيطان امين على الشيطان. لا انا معاك اختي انا معاك. شوف انا ماشي بالفكره ديالك، ولكن في نفس الوقت خصنا نصحوا واحد شويه ديال ما نمرروش غلط. على الشيطان امين على الشيطان. نقول غير انت حشمان من اصدقائك وصافي. على الشيطان لا ماشي على حشمان من اصدقائي. حاجه وشو دابا الا كنتي مشيتي عاش الملك وعاش السحره المغربيه. الا كنتي مشيتي مستحيل تقول هاد الهضره. شوف انا مواطن مغربي ويمكن لي نقول اي هضره اللي هي تدافع على ولاد بلادي وعلى بلادي، واخا يكونوا هما في الغلط، ولكن مره ما نمرروش اغلاط، ما ندوزوش اغلاط، ما نقولوش عامه الشعب بانهم مزيانين. انت كتمرر اغلاط صديقي، انت كتمرر اغلاط. دابا هذه اغلاط، هذه اغلاط. هادشي اللي قلتي اغلاط. التسامح حيت حنا عارفين شنو كاينه تماك ومشينا حتى حنا. ولا مشيتي في 2013 مشينا في 2017 انا مشيتي في الله يعطيك الصحه. وامين خويا الله يرضي عليك امين. يقدر راه ديفلوبات الامور، يقدر شي حاجه ما فهمتهاش ما كاينوش الحقيقه. فهمت. المهم سليمه نسمعوك اختي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. لاباس عليكم؟ منورين الشاشه. لا بأس بنورك. الله يحفظكم. سي امين توجدي؟ ماشي تازي وعيد نزيد اكادير. لا تازي حدا وجده راه هي عارفه. ايوا فوالا دونك عزاز عليه الجيران عنده معاهم علاقات. لا ما بقاوش عزاز علينا كملنا معاهم. لا ما عنديش انا مع صحاب خوا صراحه. ما كنحملوش. ماشي اللي
اللي داتو قرعه تديه مشعور. راه مولي عبد الرحمن ما دا منهم والو، محمد الخامس ما دا منهم والو، وحنا ما ندو منهم والو. راهم كنس ما يصلح ما يسوى، واللي كلا معاهم خبيز راه غير فلت ليهم. بصح صحيح راسكم معقوله يعني خصنا دابا نهضروا سي امين السي امين خويا امين. الاصدقاء كيقولوا لي ننزلك لان قال لك عصبتيهم. مرحبا ننزل بكل شرف. يلا سير تبارك الله عليك. لان الهضره اللي كتقول راه عيب والله لا عيب. لا مرحبا نشوفوا ولاد بلادك اللي 25 عام هما محبوسين في المعتقلات ديالهم. حتى شنقريحه راه حبسناه هنايا، راه حطيناه عندنا التجمد حتى خرج راسو بيض ما بقات عنده زغبه في راسو. قبل ما تقول لا عملي فتحي الحدود، شوف ولاد بلادك الاسرى السابقين ديال المعتقلات اللي كانوا كيقولوا ان اللي كيعذبهم لابسين تريه ديال الجزائر. شوف المغاربه اللي طردوا من وجده الحدود وجده في العيد الكبير. شوف ولاد بلادك اللي حاليا في البرد راهم محامينا في الصمته. قبل ما تقول لي نفتحوا الحدود انا لا ونشوف ولاد بلادي اللي شوف انا نقول لك الاصدقاء قالوا هبطي فاسمح لي غادي نهبطك. قبل ما نقول خوا نتفكر ولاد بلادي. قبل ما نقول خوا شحال نتفكر فيديوهات نتفكر بنات بلادي اللي ولاو يسبوهم فين ما مشاو. سير ضرب دويره في اللايفات ديالهم وقول لهم انا عاملين فتحي الحدود وبزاف اخويا. ادب الحوار من شيام المسلم، واحترام ولاد بلادك من شيام الرجال. احترام ولاد بلادك اللي في الصمته والجنود ديال بلادك من شيام الرجال. واخا تقول لي شي مصبع او لا مناسب معاهم يجي يقول لي فتح الحدود. حنا غير مسؤولين على انكم تناسبتوا مع بوصبع. حنا ما مسؤولينش على انكم تناسبتوا معاهم. هذا ما كان. انا اي واحد بقى غيقول لي دابا فتح طلعيني ما غنطلع الا الناس اللي كنعرف صافي. سميرة حيدي المايك قول ليه سميرة حيدي المايك. والله الا عصبتي الدراري هنايا كانوا ناشطين. جيتي راك كيف ما كيعصبونيش بوصباع كيعصبني. حيدي المايك سميرة، راه كتهضري في الطونوبيل راه ما كيسمعك حتى واحد. لا يطبع مع الجزائر واي واحد باغي يطبع مع الجزائر بلا ما يطلع عندنا هنايا. راه درت واحد الباج كبيره في الفيسبوك للتطبيع مع الجزائر، غاديه كتكبر هذيك الصفحه في الفيسبوك. خاوه مع المغاربه فقط. علاش تنافقي في لايفات الاخرين؟ كازابلانكا شكون هي كازابلانكا؟ الخوت غير بالنسبه لهذه الاطروحه اللي عطاها السيد انا جاوبت لتحت في الكومونتير قلت اللي بغى يفتح الحدود يفتح باب دارو ما يدويش برساله المغاربه كامل. الله يعطيك الصحه خويا. انا هذوك الناس لا يمثلون لي بشيء. انا اختي خدمت جوندارموري سمعتيني. انا كنت خدام جوندارموري. بنادم هو ناعس في الدار وحنا موسدين الصاك اي وقيته الرابيل ديال الراديو طلع فين رشق وما ما حاسينش بهذا الشيء. يعني هذوك القوم لا يؤتمنون. من يامات محمد الخامس شفتي شنو داروا؟ فتح لهم الحدود عاونهم بالسلاح بالرجال وفان كونطر عاوين. ما كاينش على من تسلم. ما تبقاش دوي معايا تقول لي هذوك خاوه ولا سميتو خاوه حاطين واحد الشير ديما على اساس بغينا نقسموا واحد البلاد واحد النهار. ما القريب هذيك الشير ديما ما تصوروا والو 50 عام وانتي على الفوفون وكانوا رجال يدخلوا عندنا هما هذيك الساعه. نادم الله منها انا كنطرق من نفسي. انا دزت كلاشينكوف ونوقف نمو على راسي. مي بور لانستون الحمد لله المغرب ديالو يدخل عندي تيفيكر كرهوني انا غير مرحب به في المملكه. فوالا لي اللي بغى شي يكرهوا لي يدخلوا لدارو ولا يمشي عند. نقول واحد الكلمه انايا نقدر نقول انه غادي كون تحل الحدود يدخلوا الجزائريين، ولكن انا فين عرفتهم غادي يكونوا مزيانين وفين غادي نعرفهم شكون اللي سبني. انا اين فوا سبني ما نحملوش صافي. ما بغى كما قال واحد ما تشاف ما نسيتها على صندوق. انا واحد سبني كلشي غادي نخلطو في نظر. هاد لي في الكار لالاك هاد لي في الكار لالاك وتجرتنا كاملين. انا ما غاديش نعرفوا
شكون سبني ما غاديش نعرفهم شكون سبني. الوغ صافي ما بغيتش الحدود تحل. انا عندي عائله في الجزائر ولكن ضد فتح الحدود. ما عطاوني حتى شي حاجه، ما عطاوني حتى شي حاجه. هادو هما المغاربه ما عطاوني حتى حاجه، بالعكس سبوا لي البلاد ديالي، سبوا لي البلاد ديالي، سبوا لي الملك، بنات بلادي، خوتي رجال، يعني ردونا دابا حسونا باللي حنا المغربيات ما عندناش رجال في المغرب. راه المشكل الظاهره اللي خطيره في فتح الحدود هو ظاهره التشيع. ظاهرة التشيع اللي خطيرة وخطيرة بزاف، وإلا تحلوا فيها الحدود ممكن غدير لنا مشاكل كبيرة. لأن دابا حنا كنعرفوا القانون ديال الرحلات الدولية، أنك كتقدم للسفارة بواحد طلب فيزا، كتكون الأمن ديالك موثوق فيه، كيعطي البيانات الصحيحة ديالك. واش نتوما في النظرية ديالكم وزارة الداخلية كتعطي للسفارة المغربية في الجزائر البيانات الداخلية، البيانات الصحيحة ديال الناس اللي غيدخلوا؟ راه لغاية ما راه غتفبرك دوك البيانات باش توصل هذاك المواطن للمغرب. وربما كنظن ان الدولة ما غتغفلش هذه النقطة هذه. فلا لفتح الحدود وانتهى الكلام. انا مع عدم فتح الحدود لمدة 50 سنة، نتسناو لا جينيراسيون الرابعة. خويا عز الدين، اخويا عز الدين حبيبي، هاد امين هذا كان ضرب بلادو في حوايج، ضرب بلادو وقال مع بحال اللي قالت نرجع مع شي كرغوليه، راه توحش وضرب بلادو انه تيدير التهريب. قال لك كان كيهرب، قال لك المازوت. هذه ماشي وطنيه، هذه راه خيانه. امين الله يرضي عليك، لا كنتي بالاستماع رجع عاود راسك وعرفت اش دير. راه المغرب ما كيتبناش على الغش، راه حنا بغينا المغرب يتبنى على الصح. دابا كنتغاوتوا على الغلاء وكنتغاوتوا على كل شيء، وتجي انت وتريب لنا واحد القنت واحد البلاصه ما نبغيوهاش. حنا دابا هنا تنتجمعوا. ها هو عز الدين حلقوا تبح بالهضره باش نتجمعوا، وتجي انت دير لنا الشرخ. ما نبغيوكش اولدي امين دير بحال هكايا. كون راجل ولا باقي كتبغيها سير لعندها، تلاقى بها في فرنسا، تلاقى بها في اسبانيا ومنك ليها. لا كنتي كتربح على ظهرنا حنايا ذاك الزمن ولا وما بقاش. وشكرا نرجس. الله يحفظك. وجدة الحمد لله، وجدة تحسنت بزاف ولات فيها شباب يخدموا، فيها الخير، فيها على الكراغ. لا سمحي لي اختي سليمه، بحكم انك انت وجديه، هذه النقطه ما كيعرفوهاش المغاربه بزاف، انا غنسولك عليها. واحد دقيقه اختي نرجس، ماذا معنا سلمى ولا سليمه من وجده. راه من بعد وقف التهريب من طرف المغرب، راه وجده عانت واحد المعاناه خطيره قبل ما تنهض وجده. راه دازت واحد 4 سنين ولا 5 سنين اللي تعذبوا فيها الناس اللي مشى لهم رزقهم في هذا الباب هذا. كنتمنى خص ديك الوقيته والمجهود اللي بدلات الدوله باش تبني وباش تنهض بالمدينه. كانوا عانوا من بلعت الحدود، عانوا الناس بزاف اللي كانوا خدامين بالتهريب صحيح هذاك الشيء، يعني تعانوا بزاف. ولا دابا الحمد لله تجاوزوا كل شيء، تجاوزوا راهم يخدموا، راهم يعني ما بقاتش هذيك الازمه اللي كانوا فيها. اختي سليمه نعرف حتى الشق. عافاكم سليمه اختي، ملي دخلوا هادو ملي هوك وجده كي ولات. عافاك عاودي لنا وجده كي ولات. انا راه عارف انت عاودي لنا وجده كي ولات. بزاف عليك اوزي، بزاف عليك. كيفاش يعني؟ واش قبل ملي كانوا يدخلوا ولا من قبل؟ ملي كانوا يدخلوا وجده كي ولات بالخنز وبالشفره وبكل شيء. كان عندنا. وكان نقول لك حاجه، كانت وجده كانت شويه خايبه، كانت الهمج بزاف. سمعوا الفراغيله، سمعوا كانت الهمج بزاف، وكان حتى حاجه ما نلقاوها، نمشيو نشريو كل شيء يديوه، ما نخليو حتى حاجه. الخوت لا شتي نتوما اللي ما كتعرفوش مع هاد الناس. ندويو على الشق ديال الاقتصاد. بالنسبه للاقتصاد راه ما عندهم باش غادي يفيدونا. راه كيف ما قالت الاخت، والشهاده كانوا كيدخلوا كيتصوروا مع الدلاح ويتصوروا مع الفخوي، فهمتيني، وينعسوا غير في الشانطيات. اوكي، مي هما اناس لا يؤتمن لهم. مازال حنا المغرب راه حاكمين الحداده ديالنا مزيان، وهما البلاد ديالهم ديك المقاطعه ديالهم في الكوتي ديال الحدود مع تونس راه تيعاودوا تما لحقاش لافير باينه.
المهم هذا الشيء كيعرفوا غير اللي كيكونوا مع المخزن وسميتو تيشوف. راه كانوا كيدخلوا للكلاب كوموندوات بالليل كيمشيو تيحيدوا التراساج ديال الحدود ويزيدوا 5 كيلومتر ولا 6 كيلومتر ويحطوا التراساج عاوتاني تما. تقولي طلعينا بلاتي راه كاين معنا الناس هنايا يساليو وعاد نطلعكم. انا كنحاول ما امكن ان نطلع كلشي اللي في الكاست. لا انا يعني كنتكلم على داك ملي دخلوا خويا سلطان، ملي دخلوا وجدا كي ولاو كاع الجرادي طواليطات فهمت. ولا المهم بركه عليا بركه. المهم غادي نقول انا غادي نقول لكم حاجه، وجدات بدلات ولات مدينه زوينه بمناخها بالمعمار ديالها باقتصادها الحمد لله. الفقر فين ما مشينا كاين، الغلاء فين ما مشينا كاين، حنا الحمد لله عندنا الخير. وجده كبرت، كلشي ولا فيها مزيان. حنا راه قريب الناس السعيديه ناضوا الحسيمه، عندنا مناطق زوينه، عندنا اجواء زوينين والحمد لله. والله ينصر سيدنا وعاشت المملكه المغربيه. وشكرا بزاف ليكم. انا بغيت نوصل لكم رساله باللي حنا الحمد لله في وجده عايشين. من ناحيه الغلاء فتره وغادي تفوت ان شاء الله. ان شاء الله غادي تجوز هذا الشيء نتجاوزوه وغادي ان شاء الله كل شيء غادي يتحل. ومن الاحسن الانسان يحمد الله. هذا ابتلاء. اذا كانت شي حاجه الانسان كما قال الواحد ما نشريش انا مطيشه، نشري حاجه اخرى عندي باش نبدلها. ماشي مشكل مطيشه، انا المطيشه اللي دارت لي وجع الراس ما نشريهاش صافي، ندير حاجه اخرى. مطيشه موجوده الحمد لله. اليوم راه مشينا ضربنا دويره في المارشي. شوفي عندنا كل شيء. انا نقول لك شوفي كنمشيو للسويقات الصغار، يعني واحد ماشيات غير صغار، الخضره تراما كل شيء موجود. اللي باستطاعته غادي يشري، اللي ما استطاعتوش حتى اللي عنده خصو ما يشريهاش على انها لنفرض انها غاليه. انا نحاربها نمشي لحاجه اخرى انا ناكلها. ماشي ما كاين ما ناكل، انا كاين غير مطيشه. حتى اللي ما عندوش، اسمحي لي لا قطعتك، حتى اللي ما عندوش بلاد الخير كتلقاه هاز بلاستيكه وكيدور على الخضاره وتيعطيو كل واحد كيعطي حاجه كيرجع بقفه عامه. بلاد الخير الحمد لله. وحاجه اخرى سلطان فكرتني ليها والله الا حنا انا بعدا كنهضر المنطقه ديالي الناس هكا كاين بحال من كنتسوقوا كيجي مسكين ماشي اليوم من تغلات حتى قبل كيجي مسكين كيقول لك شري لي خضره كنشريو له كنعاونو كنعطيوه. دابا عاوتاني الحمد لله واخا غاليه كنشريو لهم واخا غير نص كيلو ما عنديش مشكل نشري له نص كيلو منا بصدقه. يعني حنا فينا اليوم مطيشه دايره 6 دراهم. لا ان شاء الله كلشي غادي يفوت هذا الشيء وكلشي غادي الاسعار التنازل. دابا المشكل ديال الاسعار اللي مطيشه غلات ولا الجوع راه ما عارفينش المغرب شنو هو، انا ما عارفينش الخير اللي فيه. انا مطيشه ما تعنينيش. انت راه وقيلا عمرو ما كليت الكيوي ولا فوكا، راه عندنا كريتلاح داكشي الخضر الدسر انا ما ناكلش مطيشه. الخبازه شافوا راه عمرو ما كلاو داكشي عمرو ما كلاوه. انا نقول لك عندي عائله في الجزائر كتقول لك كيشريو البنانه بالحبه. عمرو سمعتيها الفريز كيشريوه بالحبه. راه هادو اللي حسنا حنا عندنا المسكين كيشري البنانه بالحبه جامي واخا كنشريو الزيت بالساشي وبالكاس. هما اللي راهم يشريو الزيت بالساشي، هما اللي راه عندهم الحليب داك المدعم ما عندهمش كاع في المحلات، الزيت ما عندهمش في المحلات ديك المدعمه كاع ما يجيوش يقلبوا لنا راسنا. هو الملك او دور ديالو. دابا هادي تقول لها وعرفي غتكتبي فينا هو الدور ديال التعليم مصبع فينا الدور ديال التعليم. انا مالك ديالي السلام عليكم. انا مالك ديالي ما نستناش يعطيني فلوس. حنا الملك ديالنا وسوق عماك ماشي سوقها. شوفي حنا المغاربه حنا بدراعنا سواء المغربيات ولا رجال بدراعهم يبغوا يخدموا ما يستناوش اللي يعطيهم ما كيرضاوش اللي يعطيهم. حنا نبغيو نخدموا بلادنا. حنا بغينا حنا سيدنا غير واحد السؤال بلاتي الاخوان واحد السؤال الله يستر عليكم. واش عمر شي واحد خرج للسوق الداخليه ديال البلاد ولقى واحد النقص في المواد ما لقاهاش اصلا نهائيا لقى واحد الخصاص ما كاينش؟ لا هو السؤال اهم خويا سلطان هو لا غير في هذه النقطه دي بالضبط هو اللي كتبغي نطرح انا. واش ملي كتمشي للسوق كتلقى بطاطا جايه من الامريكان ولا مطيشه جايه من البرازيل ولا كتلقى شي منتوج
منتوج وطني، يعني حنا كننتجو ما كناكلو. هذه في حد ذاتها تلغي مناقشه الاسعار، لان مناقشه الاسعار هناك لجان، هناك حكومه، هناك مجلس رقابه، وبزاف ديال الحوايج نناقشوا. راه شوف حتى في هادشي ديال الاقتصاد وفي غلاء الاسعار ناقشتو انا بالحيثيات ديالو، وحطيت فيه الناس اللي كيتحملوا المسؤوليه والناس اللي ما كيتحملوش المسؤوليه، وشكون الوزارات اللي فشلوا في هذا الباب. ناقشتو بكل حريه، ما عنديش فيه المشكل في هذا الباب هذا. غير المشكل هو ملي اللي كيضرك في حالك، هو ملي كيجي مغربي وكيقول لك كاينه المجاعه، يعني ما كاينش المنتوج راه اكثر من الطلب، راه المنتوج اكثر من الطلب في السوق. هذا هو اللي خصنا نوقفوا عليه ونوصلوه للناس. راه المنتوج كاين عندنا حنايا. تفضل اخويا سلطان كمل. بك. دونك المنتوج الداخلي عندنا الحمد لله، عندنا اكتفاء في المنتوج الداخلي، والمغرب اللي بلد فلاحي هو اللي تيزرع، هو اللي كيبقى واحد الفائض كيصدروا على برا. يعني عمرك يا مغربي ما تفيق مع الصباح وتمشي ولا في العشيه ولا اي وقيته تمشي تلقى بلي عندك خصاص في واحد الماده معينه، عكس بني كرغل، عكس المقاطعه الفرنسيه اللي كيتكلموا دابا على الاسعار. كتلقى مخرج فاليزه ديال الدينار باش وما لاقيش الحاجه اللي باغي يشريها، خصو يشد عليها الصف. يعني كلشي كيستوردوا من برا، البرا هي الاخرى ما تيصنعوهاش. بني كرغل كيقول لك واحد القاره وواحد الكوكب وواحد الزمرد وما عرف شنو سماو روحهم، تيدافعوا على الحدود الموروثه على الاستعمار، وحتى بلادهم ما زارعينها، كلشي كيستوردوا من برا. دونك المغربي ما تكلمش معاه في ارتفاع سعر البترول. ملي غادي ينزل تسالي الحرب سميتو ديال اوكرانيا وروسيا، راه غينزل سعر البترول، يرجع سعر البترول الحجم ديالو. اوكي غترجع بغيت ويرجعوا الاثمنه. واخا اختي، وغيرجعوا الاثمنه النصاب ديالها. المغربي كان كيخرج ديما كياخذ البطاطا 3 دراهم 2 دراهم ونص، الغلات 4 دراهم، ما عطيش حتى هي هكاك. دويد قبيله قلت المغربي اللي ما كيكونش عنده سميتو، كنشوف حنا مساكن وحنا كاملين مساكن، قسما بالله اللي يعطيه 3 الحبات اللي عارف يقول لك حنا بلاد الخير، كنتجوا التيغرات ديالنا، تندوروا بيناتنا وتناكلوا الفائض كنصدروا على برا. انت يا الكرغولي عندك نقص في المواد الغذائيه الداخل، عندك نقص في السوق الداخلي، كلشي كتستوردوا من برا وكتشد على موصف. اوكي ما تبقاش تتكلم مع بني كرغل، نهار كتصدر رجلين الدجاج، سير عند امك ودوي على الاسعار. وحاجه مشكلتهم هاد الكراغيله، حساب لهم هاد الاسعار، يعني فيش باللي هذيك الطبقه البسيطه. هي قالت لك بارلي دي بوبل ماروكان كي افامي. شكون اللي افامي؟ امك، اختك، باصي جد بوك في الجزائر هي افامي. وي عارفه حيت ما عندكمش السلعه، اما حنا عندنا السلعه زادت 2 درهم 2 3 4 5 دراهم. راه بالنسبه ل 5 دراهم راه كنشريوها غير زريعه. هذاك الشيء اللي امك في الجزائر، الا كانت امك في الجزائر افامي شغلك. المهم بغيت نقول لك هذيك الطبقه البسيطه نتاع المغرب اصلا واخا مسكين تلقاه عايش مزيان، يعني توالف انه ياكل مزيان، توالف انه كل شيء عنده موجود في دارو، يقدر يمشي للسوق يجيب اللي بغا، يجيب ما عندوش باش ياكل ولا ما يقدش يشري، توالف داك الرفاهيه. واحد الجزائري كيقول لك نتوما تهضروا على كرشكم، علاش نتوما كتاكلوا الحجر؟ على شنو؟ باش راكو عايشين، باش راكو واقفين. لو كان ما كانش الاكل وبنادم يهضر على الاكل، على من غادي نهضر؟ انني نخدم بدراعي ولا وكنصرف وكنجيب باش ناكل، باش كنهضروا حنا عندنا الامكانيه نهضروا، باش نوقف، باش ناكل، باش يعني نخدم، باش هذه هي الحياه. اما هما راه اصلا راهم ما كيقدوش ياكلوا اللي ناكلوه حنا، راه ماكل اللي لاباس عليه. واش تلقاي معلم كيخلص غادي نقول لكم بوجديه واش تعرفوا 250,000، يعني هما عندهم 5 ملايين جزائريه. واش حنا المعلم حنا كيخلص غادي نقول لك، عرفتوا شحال راني نقول؟ شحال 250,000؟ لا ما لا سنخ درهم. حنا كنقولوا 500، هما شوف اوليفيا عندي واحد الفيديو في يوتيوب على هضره فيها على غلاء
الاسعار، هذا اولا. ثانيا هضري لنا على الطوابير كبيده ديالي، غلاء الاسعار هذا شغلنا حنا المغاربه بيناتنا، واليوم الحمد لله في راسك اليوم نزلوا الاسعار كبيده ديالي. دونك 2500 درهم هضرنا في ظرف اسبوع 2000 درهم 2500 درهم. هذاك راه صالير ديال طبيب عندهم في الجزائر. لا معلم طبيب عندهم 400,000. لا طبيب جينيراليست 2500 درهم. لا سبيسياليست كلامك هو الكبير اختي، راه الاحصائيات هادشي اللي كتقول راه كنهضر عليها حتى داك الجوج في واحد لا فيديو. 2500 درهم الجينيراليست، 4000 درهم السبيسياليست. وهما دابا هادو ما يقدروش يشريو حتى السكن العادي. شوف حنا الطبيب هنا عنده الفيلا، عنده فيرما، كيسافر، عنده الواطه الكاتكاتات، هما ما يقدوش لهذا الشيء. حنا غير التعليم، غير معلم كيخلص خلصه ديال يعني ديال الطبيب ديالهم ولا اكثر. بلاش من معلم كيشد خلصه ديال الطبيب ديالهم. حنا كاين شي معلم عندنا كيشد 2500 درهم. لا الفيرملي كيشد 7000 درهم. بصح. اما معلم يلاه بادي راه ما كيشدش 4000. واحد يلاه بادي كيبداو قريب 5000 ولا 6000 درهم. 5000 6000 درهم. فوالا انفيرميه كيشد 7000 درهم في المغرب. يعني الانفيرميه راه اكثر من الدوبل ديال صالير ديال الطبيب عندهم. وبالنسبه السلام عليكم. المعلم هو المعلم 7500 درهم. سمحوا لي واحد المداخله خفيفه ظريفه. السلام عليكم. وي دايره اخت نرجس، توحشناك، تعطلت عنا الفيديوهات نتاعك، تعطلوا شي شويه. لا حطيت فيديو اول البارح ناري، اول البارح حاطه فيديو. انا ولفت نهار على نهار، سمحي لي. الاخت سميره تبارك الله عليك، راه والله العظيم الا كان ماذا بيا نكون معكم البارح. والله العظيم احنا مشاكلنا في بلادنا نحلوها مع بعض، وكل واحد يحل مشاكل بلاده. يعني كل واحد ما عنده الحق. انا بالنسبه لي دوك الحدود الله يخليهم ديما مغلوقين، ولو انني عرفتهم غادي يتحلوا واحد النهار، اللي غادي تشتت الجزائر وتولي واحد الدوله. بنان لقيتيها ابو بنان، لقيتي البنان يا ود الجيعان. قلت لك ان شاء الله غادي تحلوا الحدود ملي تكون القبائل هي الدوله اللي مجاوره للمغرب، هي سميتو ديك الصحراء الشرقيه اللي غادي نردوا ان شاء الله، هي والازواد حتى هما، حيت حتى هما كيبيعوا السلاطين تاع المغرب. اما بالنسبه للوجده هذيك كنسميوها رب ضاره نافعه. الحمد لله اللي تسدوا الحدود، على حقيقه كانت مهمشه وجده مسكينه. دابا الحمد لله راه ولا المغرب عطاها اهميه، وراه التنميه ولات فيها من داك الشيء رفع، ومن هنا لقدام غادي تولي احسن. دونك هادو من الحوايج اللي تنتفائلوا بهم. بالنسبه لدوك اللي تيقولوا خاوه هادوك ما فهمتهمش انا لحد الساعه، والله ما فهمتهم. فكروا شويه في 350,000 البشر، هزهم لكم بومديان ورماهم لكم للحدود، صوروهم. بلاتي غير اسمح لي غنقاطعك، غنهضر مع واحد القريب وغادي نكملوا. سبته ومليليها رد انت غا راس جدك، انا مزاوقه ياك غا جميجي ما صغيره سير جيبها لعند امك الركابي. سهل من سبته ومليليها. شكرا. اما بلوكاو الدراري. يلا كمل صديقي، اسمح لي. بحال هذوك خليهم يهضروا. سبتوا مليليا ما عرفوش بلا سبتوا مليليا راه في صالح المغرب يكونوا محتلات. نهار يردهم المغرب بغا يردهم بواحد 2000 البشر غادي يدخلوا لهم، غادي يردوهم بالزربه في نص نهار. المغاربه اللي كيخدموا فيهم غير المغاربه راه فيها اكثر من 50% من لي ريزيدون تاع سبتوا مليليا راه مغاربه. نهار يديروا كاع ديك لوط حاجه عندها اسبقيه ديالها. الاسبقيه كانت هي الصحراء رجعت الحمد لله من 75. دابا راه ما بقاتش عليها الهضره. دابا المغرب بغى يولي تيهضر على الصحراء الشرقيه. هذيك الصحراء الشرقيه حنا بغينا نردوها ان شاء الله. سبتهم مليليا غادي يرجعوا بوحدهم اوتوماتيكمون، ما غادي يديروا فيهم لا حرب لا مسيره لا والو. اخي واحد المعلومه نقولها لكم، راه حنا هنايا الاغلبيه في وجده راهم كيشريو الدجور في مليليا. راه داكشي قلت لك واحد اكثر من 50% دروكا نتاع الناس اللي ساكنين في سبته ومليليا راه مغاربه وراهم كيشريو لي زابارتمون تما في مليليا. عندي المغرب نهار يردهم راه بيسد عليهم. راه ديك سبته ومليليا خدامين مع المغاربه. نهار المغرب يقطع معاهم كل العلاقات بيرجعوا بالزربه، بيرجعوا فابور، بيوليو عانه على اسبانيا. المغرب هو اللي كيعطيهم ما وعطوهم.
علاه داك الكونتربوند شكون اللي كان خدام معاهم؟ راه هي المغاربه. دروكا راه حوانتهم باعوهم. راه في ديك الازمه تاع فاش سد عليهم المغرب راه كلهم هذوك الصبريون رجعوا فحالهم، كلهم رجعوا صبانيه. كلها تقريبا بلعوا سبنيولين بلعوا المحلات. ايه دونك هذاك الموضوع تاع سبتهم لينا حنايا كاع ما ردين ليه البال. حنا دروكا الاولويه عندنا هي الصحراء الشرقيه، ارض مغربيه خصنا نردوها ان شاء الله. هادشي اللي كاين. اما بالنسبه لغلاء الاسعار هادشي كاين فين ما مشيتي. انا تنعرف ناس هنا في الخارج تيقولوا لك تنتمنى نموت فقير في المغرب وما نموتش. هادو كواره سويسريين تيقول لك تنتمنى نعيش فقير في المغرب وما نعيش فقير في سويسرا، لحقاش المغرب تحت ما تيموت بالجوع. حنا في المغرب كلشي عايش الحمد لله. دونك على الاقل ملي تتمشي لاي سوبر مارشي في اوروبا، من اسبانيا طلعي من اسبانيا البرتغال الطاليان فرنسا الالمان بلجيكا، ما يمكنش ما تلقاي المنتوج المغربي. هذا كيتسمى فائض. عندنا حنا في المغرب تتمشي لاي سوق تتلقاي فائض، الخضره موجوده كلشي موجود الحمد لله. عندهم هما حتى داكشي اللي كياكلوا ما تيزرعوش، ويجيو يبداو تيتسابوا معنا حنايا. والله هما سيدي تيديروا الطوابير على الحليب عباد الله. الحليب من الضروريات. والله وتعرف حنا عندنا واحد الظاهره هنا في وجده، حتى الطرقان بلعوهم هذوك اللي كيبيعوا بائع دوك المتجولين بالخضره. الخضره ما تنحدش، الطرقان كتبلعوا اللوط ما كيخلوهاش دوز. علاش؟ لخاطر الخضر كاين دوك بائع دوك المتجولين جالسين يعني الخير موجود. حنا بلعوا لينا حتى الطريق باش نفوتوا. الحمد لله كل شيء موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. إلا تفضلتوا عليا واحد الكلمه من فضلكم. سير اخويا. اول شيء السلام عليكم، تحياتي للاخوان والاخوات، تحيه اختي سميره، سي ابو محمد، سليمه، الاخت نرجس. شكرا لكم على الاستضافه وتحيه للحضور الكريم. انا بالنسبه اسمح لي الاخت نرجس غادي ننزل، غادي نبقى نكمل، ولا كاين شي حد اخر يطلع الله يحفظك. شكرا.